السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. عملنا ايه النهارده؟ عملنا مكرونه بشاميل اهي قدامكم. بسم الله ما شاء الله. حاطين انتوا عارفين ان انا ما بحبش على الوش اشم الجبنه الرومي خالص. مش عارفه ليه، هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم كده مش عارفه، ما بحبهاش. فاقول لدينا حطيها في النص مع اللحمه المفرومه. ان انا بتعمل هي ليها ريحه طبيعي، فانا ما بحبش بصراحه الريحه بتاعتها خالص، فبحطها في وسط الجبنه في وسط المكرونه مع اللحمه المفرومه اهي. ما شاء الله. وعملت دينا، هي اول مره دينا النهارده بصراحه عملت ملوخيه خضراء اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، جميله جدا اهي، ريحتها تحفه زي ما انتم شايفين اهو. تقيله طبعا اهي عشان هياكلوها بعيش مع المكرونه البشاميل وفراخ اهو زي ما انتم شايفين الحاجه اهو. وعملنا بتنجان مخلل اهو، قالت بتنجان وقالت فلفل، قالت بتنجان وقالت فلفل جنب الملوخيه والفراخ والمكرونه. طبعا ما عملتش، ما صورتش بقى الطريقه بتاعت المكرونه والحاجه. ما شاء الله عليكم في عمايل المكرونه البشاميل تحفه، وبتبقى بالفراخ احلى كمان. فما حبيتش بصراحه اصور بقى تعصيج اللحمه، عمايل الفراخ، الملوخيه، قلي البتنجان، يعني كل ده طبعا ما حبيتش. ما شاء الله عليكم، زي ما انا ما بقول لكم احنا بنتعلم من بعض. انتي بتعملي حاجه جميله قوي بتعجبني، ممكن اعملها برضو لما تعجبني حاجه من اصدقائي. مش هكدب عليكم اقول لكم لا انا ما بعملش، لا بعمل، بحب اعمل الحاجه اللي انتوا بتعملوها بتعجبني بصراحه. في ما شاء الله شيفات 10/10 معايا على القناه، الله اكبر. بحب اتابعهم واتفرج على القناه بتاعتهم ومتابعاهم بصراحه. يمكن كل يوم، مش يوم فيه ويوم ما فيش، لا كل يوم احب ان انا اتابع الحاجه اللي هم بيعملوها. بتعلم برضو منهم، مش هكدب عليكم انا بتعلم منكم حاجات كتير قوي 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 في الحلويات، في الاكل، عموما في المطبخ. يعني انا بتعلم حاجات كتير قوي منكم، يعني مش هكدب عليكم اقول لكم لا بصراحه بتعلم حاجات كتير منكم، ان انا احب اجربها واحب اعملها، سواء وحتى في المعجنات برضو احب اشوف الحاجه اللي انتوا عاملينها عشان اعمل زيها. فاحنا الحمد لله نقول احنا بنتعلم يا جماعه من بعض. اللي بيعمل حاجه حلوه احب ان انا اجربها واعمل زيها برضو. مش عيب ان انا اتعلم، لا العيب ان انا اكابر واقول لا انا حاجتي احلى، انا ما اعرفش لا بصراحه. فانا ما بحبش كده. يعني المكرونه متابعاكم اليومين دولت، بشوف مكرونه بشاميل جميله جدا بتتعمل بطريقه تحفه، فيها كل يعني سيبك من اللحمه المفرومه، من غير لحمه مفرومه برضو، فبتعجبني فمتابعاكم. فزي ما انا ما بقول لكم بحب ان انا اعمل اعمل يعني انتي عملتي حاجه عجبتني انا احب برضو اعملها. مش هقول لك لا لا ما بحبش، لا بحب بصراحه اجرب واعمل. وده حاجه كويسه ان انتي بتجربي وبتعملي حاجه تعجبك، ما عندي مش بتستكبري ان انتي حاجتك احسن او انا حاجتي احلى، لا ما فيش عندي انا الحاجه دي بصراحه. انا الحاجه اللي انا بتعجبني اتفرج عليها وبتعجبني، وانا ما بعرفش اعملها او بعملها بطريقه لا احب اعمل الطريقه بتاعتك، ممكن تبقى احلى من الطريقه بتاعتي، وده مش عيب. مش عيب ان انا اجرب واشوف طريقتك زي ما انا ما بقول لكم بصراحه. في حاجات جميله جدا على القناه بتعجبني، بحب اتفرج عليها
مع اصدقائي، واحب ان انا اعمل الحاجه مادام عجبتني. طب وليه ان انا ما اجربش واعمل؟ لا مش عيب، الحاجه عجباني، طب ما انا اعملها بالظبط زي ما انت عاملاها برضو. فبصراحه انا في الحاجات ديت يعني ما عنديش كبرياء ان انا اقول لا انا بعمل احلى، لا ما فيش حاجه، كل واحد وليه طريقه في الحاجه. بس كتير قوي من الطرق ممكن ان انا اعملها تعجبني، طب وليه ما اعملش حاجه انت عاملاها حاجه عاديه خالص؟ يعني كل واحد وطريقته حلوه، بس ممكن اصدقائي تعمل حاجات حلوه احب ان انا اعملها، ما اقولش لا ده انا مش عارف، لا ما فيش حاجه اسمها انا، لا في حاجه اسمها ان في حاجه حلوه معموله انا هخش اعملها، اجربها واعملها برضو. فدي حاجه كويسه ان احنا يا جماعه بنتعلم من بعض. فعشان كده ما صورتش طبعا المكرونه والفراخ والملوخيه والبتنجان، لان انا متابعاكم بسم الله ما شاء الله عليكم. القناه 10/10 الحاجه اللي انتوا بتنزلوها. فزي ما بقول لكم انا متابعه الاصدقاء كلهم، وفي حاجات كلهم بصراحه بيعملوا حاجات تحفه والله العظيم. فعلا انا ساعات بعلق ببقى مبهوره من الحاجه اللي انا بشوفها اللي الاصدقاء بيعملوها، ببقى مبهوره فعلا. حاجات سواء في الاكل سواء في المعجنات في الحلويات الكيكات الايس كريم. بصوا مش قادره يعني اقول لكم، ببقى قاعده بتفرج فعلا. لما بعلق على الفيديو فعلا ببقى بعلق بجد، اقول ده فيديو جامد جدا، يعني فيديو مفيد، ان ايوه استفدتي منه حاجه حلوه انت عملتيها، انا حبيت اتفرج عليها، احب اعملها برضو هعملها. ففعلا ببقى قاعده اتفرج على الفيديوهات بتاعتكم، تحفه تحفه يا جماعه والله العظيم، من التحف الحاجه اللي انتوا بتعملوها فعلا، مش بكدب عليكم، ببقى مبسوطه قوي. فانا طولت عليكم طبعا، واقول لكم ما شاء الله شيفات 10/10 انتوا. مش قادره اقول لكم يعني، مش قادره اتكلم اكتر من كده، ان انتوا فعلا كل يوم بحب اخش واشوف حاجات جديده، كل يوم بتعملوا حاجات جديده. ومش عايزه اقول اسماء بصراحه، لان كل الاصدقاء معايا على اليوتيوب على دماغي وكلهم بيعملوا حاجات كويسه، فمش هقول فلانه او فلان، لا انا بقول كل اصدقائي على اليوتيوب 10/10. ومش عايزه اطول عليكم، وده كان فيديو النهارده، الملوخيه الفراخ مكرونه بشاميل بتنجان اهو مخلل. فاقول لكم يا رب شكل الحاجه تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم الجميله. وهقول لكم استنوني في يوميات يعني حاجات تانية كتير ان شاء الله في يوميات وفاء ودينا. اقول لكم السلام عليكم.